الألمانية يغادر للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، هذه المرة في قطر، المانشافت أوت. هذا يدل ربما أنه بالنسبة للمنتخب الألماني لوتر ماذا يمكن أن نقول؟ هل يعني إذا للمرة الثانية يخرج من الدور الأول في خلل في المنتخب الألماني، في شيء غلط في المنتخب الألماني. أولا هذا يخجل الكرة الألمانية، هذا لم يحصل لنا في السابق في تاريخنا. هناك مشكلة كبيرة، والمشكلة بدأت منذ المباراة الأولى. لابد أن تبدأ بقوة في المباراة الأولى، وحينما تفرط في النقاط التي كنت تستحقها في المباراة الأولى. نحن ضد اسبانيا لعبنا شوطا جيدا في الشوط الثاني، خضنا مباراة قوية ضد كوستاريكا، ولكن لابد أن يحالفك الحظ، واعتمدنا على الحظ من مباراة اسبانيا لاخذنا الى دوري خروج المغلوب. خسرنا، ولكن خسرنا كأس العالم بسبب الخسارة ضد اليابان. يعني ما كانش حاضر المنتخب الألماني. نحن كنا جاهزين في الشوط الأول من مباراة اليابان، ثم في 30 دقيقة انقلبت الأمور رأسا على عقب. بدأنا نحلم باللقب بعد التقدم في الشوط الأول، ولكن رأينا ما حصل اليوم ضد المنتخب الإسباني. والمنتخب الياباني تفوق على الألمان وتفوق على الإسبان. ليس لدينا رأس حربة صريح، ليس لدينا قائد في منطقة ضربات الجزاء الخاصة بالفريق الخصم. هذه مشكلة، ولكن لدينا مشاكل أخرى. لوتر يعني إذا المنتخب الألماني بدأ بطريقة غير مرضية للكرة الألمانية، هل أنه كان فيه مشكل تركيز داخل الميدان للمنتخب الألماني؟ قبل مباراة اليوم شرحنا الأمر وقلنا وأن تغيير المدرب، وهو صديقي هانزي فليك، هو صديقي، وغير غوندوغان في المباراة الأولى ومولر في مباراة اليابان، خاصة في المباراة الأولى. هو صديقي ولكنه ارتكب خطأ. أنت تحتاج إلى الخبرة، ولكن افتقدنا للخبرة في خلال 20 دقيقة حينما غير غوندوغان ومولر في مباراة اليابان، وكنا متفوقين في الشوط الأول، وكنا نلعب واضعين الضغط على المنتخب الياباني. ثم غير التشكيل. كان هذا هو سبب لماذا تغير الفريق الفائز، لماذا تغير غوندوغان ومولر. هذا خرب الأمور وأحدث حالة عدم انتظام، وحتى الإحصائيات كانت لصالحنا، ثم تغيرت الأمور رأسا على عقب، ولذلك خرجنا المباراة ضد اليابان. حينما تعادلنا، لو تعادلنا ضد اليابان لكنا موجودين في الدور الثاني، ولكن أنت تعطي الفرصة لكي يحصد المنتخب الياباني 3 نقاط. هذا ما حسم خروجنا. ما هو مدى تأثير خروج المانشافت من كأس العالم للمرة الثانية على التوالي؟ تأثير على الكرة الألمانية وعلى المنتخب الألماني. مثل ما ذكر هيثم فاروق، يعني من أبطال العالم الموجودين في قطر اوريدي في بطل العالم ما جاء ما ترشح هو المنتخب الإيطالي، والمنتخب الألماني يغادر من الدور الأول. حينما رأيت الصراع والروح التنافسية من المنتخب الكوستاريكي رأيت نمورا وأسودا. المنتخب الألماني والعقلية الألمانية خلال 50 سنة الأخيرة كانت مبنية على الجرينتا والروح الانتصارية. نحن خسرنا هذا التواجد هنا بسبب مباراة اليابان، خسرناها في غضون 35 دقيقة. لدينا مشاكل في الدفاع صحيح، وليس لدينا رأس حربة سريع. شو راح يصير في ألمانيا؟
شو ممكن يصير؟ أعتقد أننا سننتقد المدرب والاتحاد الألماني لكرة القدم وكل اللاعبين. سوف نبحث في كل المشاكل وسوف نصحح الأمور، ولكن هذا حصل منذ 4 سنوات. في كرة القدم في حاجات رئيسية المنتخب الألماني ما عملهاش في المباراة الأولى. هو اتكلم، هو السبب الرئيسي في خروج ألمانيا المباراة الأولى، لأن طبعا تركيزهم ما كانش في كرة القدم فقط، ولكن أعتقد أن أخطاء كانت فنية وأخطاء من لعيبة داخل الملعب. فرص كتير جدا ضايعة في مباراة اليابان، فرص كتير جدا ضايعة في مباراة اليوم. إذا كان يكون التركيز غايب أكيد في مباراة الليدر غايب في الهجوم، يعني رأس الحربة غايب في الهجوم، والليدر الحارس اللي مفروض اللي هو يكون الليدر القوي للدفاع ويقود الدفاع ويقود المرمى عنده مشاكل، عنده مشاكل بدنية. المشاكل في المنتخب الألماني مش بس في الهجوم، لا عنده الحارس. يعني إذا كان ما فيش راس حربة، إذا كان في راس الحربة يلعب ما يلعبش إلى غير ذلك. ثم في الدفاع مثل ما شاهدنا اليوم الأهداف اللي قبلها النوير، فالليدر اللي يعول عليه الدفاع المنتخب الألماني عنده مشاكل، يبدو أنه عنده مشكل في الكتف وغاب على التمارين إلى غير ذلك ولم يلعب، فهذا أيضا يؤثر على المانشاف. نوير كان عنده مشاكل في الفترة الأخيرة، إصابات، وأنا أشوف إن المشكلة، يعني لو أتكلم على الناحية الهجومية، أشوف مشكلة المنتخب الألماني الرئيسية في خط الدفاع. تشوفوا مباراة اليابان الطريقة اللي استقبلوا بها الأهداف، تشوفوا مباراة اليوم الطريقة اللي استقبلوا بها الأهداف، بعدين بيلعبوا اليابان بيلعبوا كوستاريكا، فأنت ما بتلعبش قدام مهاجمين على مستوى عالي، ولكن مهاجمين بيتحركوا بشكل كويس، مهاجمين عارفين ايه العيب في منتخب في دفاع المنتخب الالماني، البطء، تحرك خلف مدافعين المنتخب الالماني، بيلعب هاي لاين ازاي بيتحركوا، مشكله كبيره جدا في منتخب المانيا. منتخب المانيا ركز في حاجات ثانيه، ما ركزش في كره القدم، دي كان عبء على المنتخب الالماني. ما حضرش لكاس العالم بشكل كويس، في حاجات كتيره قوي تعيب المنتخب الالماني ويستحق الخروج من كاس العالم. ليه؟ لان منتخب اليابان عمل 3 مباريات على اعلى مستوى، يمكن مباراه كوستاريكا خسر، ولكن هو كان الافضل. ان تكسب المانيا وتكسب اسبانيا دي حاجه كبيره جدا لمنتخب اليابان. منتخب اليابان بيلعبوا كمجموعه ما بيلعبوش كافراد، فده اللي ميزهم في ال3 مباريات اللي خدوهم في المجموعه. ياسر، انت لاحظ المنتخب الالماني لو ما تسجل فيه هدفين كان هو اللي حيتاهل بفرق الاهداف، لانه كان بعد نتيجه 4-2 كان يحتاج، نعم كان يحتاج الى الفوز بنتيجه 8-2، ولكن الهدفين اللي قبلهم اخطاء كانت من نوير، ويعني لا تقبل من لاعب بحجم نوير. هو انقذ المنتخب الالماني في الشوط الاول، ولكن تسبب في الاهداف في الشوط الثاني. زي ما قال الكابتن احمد، يعني على المستوى الدفاعي يعني كان كارثي جدا العمل او المنتخب الالماني. المنتخب الكوستاريكي باقل الامكانيات استطاع ان يحرج المنتخب الالماني في الهجمات المرتده، وذلك بسبب ضعف الدفاع الالماني. ولا ننسى كذلك ان المنتخب الالماني في المنطقه الهجوميه خسر اكثر من 10 هجمات محققه، كان يستطيع التاهل. شكرا.